مش هتشتريها من بره تاني. وفري واعملي كل حاجتك في البيت بسعر بسيط خالص. ديت البسطرمة العراقي السريعة هنعملها في البيت، ممكن بربع كيلو لحمة، بس أنا هنا استخدمت نص كيلو. هجيب كده نص الكمية وهنزلها في قلب الكبة علشان أفرمها ناعم. لازم تفرميها ناعم عشان تديكي نتيجة حلوة. المكونات بتاعتها بقى والبهارات هم يعني مكونات معايا، عبارة عن بابريكا وملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة. وكمان هحط عليها ده النص كيلو، هحط عليه نص معلقة صغيرة حلبة مطحونة من عند العطار. بلاش تعملي اللي هي بتاعت الشرب بتاع البيت دي لانها بتمرر، هاتم بتاع العطار عشان هي مخصصة لكده. وهحط بقى نص الكمية. وبعدين علشان اللون انا ما بحبش الالوان الصناعية، يعني في ناس بتحط الوان صناعية، لا انا بحب يعني اعوضها ببابريكا، فبزود البابريكا شويه عشان تديني لون احمر. فحطيتها اهوت. واخر مكون هنا دي معلقه توم صغيره، اللي هو التوم الفريش مهروسه. بفرمها بقى ناعم على قد ما اقدر كده. وبعد كده بنزلها بقى في بوله لحد ما اشوفها كده، تحسوا انها عملت خيوط كده وبقت ناعمه في قلب بعضها. هعبيها بقى في قلب الاكياس. انا جبت هنا اكياس التلاجة الكبيرة دي. الاكياس ديت تقريبا بتاخد 3 كيلو. فالكمية هنا ما شاء الله عملت معايا 3 اكياس والرابع زي رول كده. بحطها هوت بقى، باخد قطعة صغيرة كده وبحاول ان انا ابططها بايدي وافردها واكمل فرد بالنشابة اللي هي بتاعت العجين، الطروف بتاعتها كده. هاتي سكينة وبظهر السكينة ساوي الحروف كده. هنا انا يعني تقريبا ما كنتش مرفعاها قوي، فانت المفروض تعمليها ارفع من كده كمان، تفرديها اكتر من كده كمان. بس طبعا هو ده ما فرقش حاجة في الطعم. فانا فردت شكل اهوت، والشكل التاني الرول زي ما انا قلت لكم. بحط كده حتة صغيرة برضو في قلب الكيس من تحت خالص، وبسويها زي ما انتوا شايفين كده. وحاولي تملي في اي الفراغات وتملي يعني الحتة الزوايا بتاعتها من الجناب كده، لان هي هتتلج هتبقى بالشكل ده. خلاص عملت هنا بقى الشكلين الاتنين دول، وعملت كمان ده كمان كان تالت كيس. زي ما بقول لكم عملت معايا 3 اكياس مفرودين زي ديت، وعملت الرول. هدخلهم بقى في قلب الفريزر. ما بياخدوش ساعة وبيجمدوا، يعني عادي تقدري تستخدميهم على طول. وبتطلعيهم بصي مش محتاجة ان انت تسيبيها مدة تفك وكده. بتكسريها بايدك كده بتنكسر على طول من كتر ما هي رفيعة يعني. باخد منها بقى كده، هوريكم الرول اهو. طبعا انا كنت قايله لكم انا كنت عامله 3 اكياس، والرول ده الرابع. انا في بقى ايه كيس قبل التصوير ده اتاكل لوحده كده كتجربه. فانا جبت اهوت وقطعته كده زي ما انتم شايفين. ودي كانت طاسه كنت عامله الاول ساندوتش، وبعدين قلت هقلي مكانها في قلبها البيض. فانا حمرتها اهوت في معلقه سمنه. ما بياخدش سوا خالص، وما تخافيش ما بيفكش خالص، يعني ما مضمون مضمون ان شاء الله. هنا حطيت عليه بيض كده، ما بيحتاجش بقى اي بهارات خالص. انا رشيت يا دوب رشة فلفل اسود كده ورشة كمون. ممكن تستغني عنهم كمان لان هي فيها الملح وفيها كل البهارات بالشكل ده. وعملت البيض اهوت في السريع كده. كمان بقى هعمل ايه، هحمر برضو وحدتين كده من اللي هو الكيس بقى المبطط، واحطه في سندوتشات كده. تحطي عليه خس وتحطي مايونيز، بتحمر برضو معاكي على طول. السندوتش ده طعمه خطير، طعمه جميل جدا بصراحة. ريحتها بسطرمة بسطرمة. حاجة سريعة كده مش مكلفة، ما خدتش منك وقت، مش محتاجة شغل ولا اي حاجة. شايفين هي دي الكمية اللي طلعت معايا غير الكيس اللي كلنا في الاول. جربوها.